بسم الله الرحمن الرحيم. بنهني الفائزين في البطولة التانية من بطولة الجمهورية اللي أعلن عنهم الاتحاد المصري للفروسية على موقعه في الفيسبوك. والحقيقة كنا برضو عايزين نتابع باقي النتائج بتاعت باقي المتبارين، ولكن الاتحاد أعلن عن الثلاث مراكز الأولى بس، ودي المرة الوحيدة اللي أعلن فيها جزء من النتيجة في الموسم ده، اللي هم الثلاث مراكز الأوائل بس. خلينا نهني دلوقتي الفائزين ونبقى نشوف إن شاء الله موضوع باقي النتائج ده في لقاءات أخرى. الدرجة الأولى ألف، متر 55 متر و50. المراكز الثلاثة الأولى اللي فيها: الأول محمد ياسر عصر، والتاني عبد الرحمن شوشة، والتالت محمد ناصر النجار. الحقيقة ما شاء الله على الشباب. محمد ياسر عصر كان واخد مركز مع فريق الجونيورز في الإمارات، وعبد الرحمن شوشة السنة اللي فاتت كان بيتوارى في نهائي كأس العالم. ومحمد ناصر النجار وأحمد ناصر النجار الاتنين عاملين مجهود كبير ما شاء الله. محمد دلوقتي بالمركز بتاعه على مستوى المحلي، وأحمد ناصر عامل مجهود كبير مع الخيل بتاعته انترناشنال على مستوى الفور ستارز، وكان مشارك مع فريقنا في الجزائر كخامس احتياطي السنة اللي فاتت في البحر المتوسط. بنتمنى لهم طبعا التوفيق، وان هم يكملوا الشباب في المسيرة دي ويتميزوا اكتر بإذن الله. وبالنسبة للدرجة الأولى ب 145 ارتفاع. المركز الأول زين شادي سمير، والتاني إسماعيل البرعي، والتالت نور الدين حازم. زين الحقيقة ما شاء الله شغال على نفسه انترناشنالي وناشنالي بقاله فترة كبيرة، يمكن من أبرزها لما كان شارك في الدرعية في السعودية على ارتفاعات عالية، وكان عامل أداء جميل قوي. والحقيقة الفترة اللي فاتت عامل مجهود حلو قوي، سواء في مصر أو في الإمارات، وسواء أوروبا. وشارك مع فريق المنتخب اليونج رايدرز في الإمارات، وبغض النظر عن النتيجة كان الشباب أدائهم جميل الحقيقة. إسماعيل البرعي من الشباب الواعدة طبعا، وموجود في عضو في فريق منتخب الجونيورز. نور حازم طبعا مش محتاجين نتكلم عليه، ما شاء الله يعني حد متميز جدا، سواء على مستوى as a rider أو لما حد بيتلقى منه معلومة يعني أو تدريب، فبنهنيهم كلهم. وفي الدرجة الأولى ب، لكن الشباب تحت 20 عام، زين أخد المركز الأول والتالت، وإسماعيل أخد المركز التاني. وبالنسبة للدرجة التانية: ارتفاع متر 35 متر و30. المركز الأول كان للسيف عصام عباس، التاني ليه عبد الله هيثم، والتالت لسليم أحمد جعفر. وسليم جعفر الحقيقة هو عضو في فريق اليونج رايدرز، وبرضو كلهم من الشباب المتميزة ما شاء الله عليهم. ومراكز نفس الارتفاع في الدرجة التانية لمستوى الناشئين تحت 18 عام: المركز الأول سليم جعفر، والتاني إسماعيل البرعي، والتالت أنس نشأت حجازي، وأنس عضو في فريق الجونيورز. أما الدرجة الثالثة: ارتفاع متر و30 متر 25. فالمركز الأول لهايا البرعي، والتاني عبد الله ياسر، والتالت عاطف علي العشماوي. وهايا البرعي شاركت السنة اللي فاتت في أولمبياد الشباب، وكمان عضو في فريق اليونج رايدرز. وبالنسبة لنفس الارتفاع لكن ناشئين تحت 16 عام: المركز الأول جودي أشرف، وجودي عضو في الجونيورز، والمركز التاني إسماعيل البرعي، والتالت تيمور كريم عبد الفتاح. وبالنسبة للدرجة الرابعة: ارتفاع متر 20 متر 15. الأول فتوى محمد الغمري، والتاني ياسين رامي عبد الغفور، والتالت ياسين إيهاب موتي. ونفس الارتفاع ولكن للناشئين تحت 14 عام: المركز الأول لياسين محمد البسيوني، والتاني سيرين ياسر عصر، والتالت ياسين محمد خليفة. ياسين البسيوني عضو في فريق التشيلدرن، وسيرين وياسين خليفة موجودين في فريق الانفون. وبالنسبة للدرجة الخامسة: ارتفاع متر و5 المية. المركز الأول كنزي سليمان، والتاني ليلي حسن، والتالت ملك السويفي.
ومراكز نفس الارتفاع لكن الناشئين تحت 12 عام، الأولى ليلي حسن، والتاني سيرين ياسر عصر، والتالت أحمد خميس مرعي. وما شاء الله الارتفاع ده كله المراكز فيه كلها بنات ما عدا المركز الوحيد لأحمد مرعي. هنشوف البطولة الجاية إن شاء الله هيفضل كده ولا الشباب هياخدوا مراكز أكتر من البنات. هننتقل دلوقتي لنتائج الدرجة السادسة، أجنبي وغير أجنبي والمبتدئين، ودي بيبقى طريقة احتسابها للنقاط والنتائج كده مختلفة شوية عن اللي فاتت يعني. وبالنسبة لترتيب النوادي والمراكز الفروسية المشاركة بحسب ترتيب المتبارين، يجي في الثلاث المراكز الأولى مركز بيجاسس اللي حصل على المركز الأول في الأولى ألف محمد ياسر عصر، وفي المركز التاني الإسكندرية الرياضي اللي هو أحرزه عبد الرحمن شوشة في أولى ألف برضو المركز التاني، والمركز التالت لفروسية القوات المسلحة اللي أحرزه في الأولى ألف في المركز الثالث محمد ناصر النجار. أما بالنسبة لترتيب النوادي والمراكز الفروسية بحسب أكبر عدد مراكز في الفوز من المركز الأول للثالث بحسب اللي عرضوا للاتحاد، نجد أن القوات المسلحة حصل على 15 مركز، والحرس الجمهوري بعده ب7 مراكز، وبلاتينوم 6 مراكز، وده على كل المستويات يعني من الدرجة الأولى لحد المبتدئين غير أجنبي. أما المراكز ونوادي الفروسية اللي كان ليهم حظ أكتر في مستويات السادسة والمبتدئين، فالزهور الرياضي حصل على 9 مراكز، وسبيريت هورس على 8، وأوكسفورز للفروسية على 7 مراكز. بنهني كل الرايدرز ومراكز الفروسية اللي بيشاركوا على اسمها، وطبعا الكباتن اللي ساهمت بشكل كبير في إخراج الرايدرز الجمال المتميزين دول، وفي أي خطأ حصل غير مقصود أثناء استعراض النتائج الخاصة بيهم بنعتذر عنه طبعا مقدما، وبنتمنى للجميع إن شاء الله مزيد من التوفيق ونشوفهم في أحسن المراكز دايما بإذن الله.